السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ادعو لأمي بالرحمة، اللهم ارحمها رحمة واسعة. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تدوسي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله. موضوع حلقتنا النهاردة: كل حاجة هتزرعها في الست اللي معاك هتحصدها، إذا كان خير أو شر. هتزرع أمان هتشوفها ظهر وسند وسيد الرجالة. هتزرع حنية هتطلع بيك 7 سما وهتحكي للدنيا كلها عن طيبتك. هتزرع حب هتلاقيها بتحول بيتك وحياتك لجنة. وهتزرع تفاهم هتلاقي علاقتكوا فولة واتقسمت نصين. طبعا الزرع بذرة العلاقة على الراجل ورويها والاهتمام بيها على الست. الحصاد في الآخر للطرفين. لما تسيبها تزعل وتتخانق وتزعق وتقولك إنها تعبت، سيبها تغير وتقولك بتكلم مين وما بتكلمش مين. سيبها تعيط وانت مش عاوز تطمنها وما تقولهاش هرموناتك. سيبها تقولك من دي وما تقولهاش ما تقيدنيش وما تقيدنيش. سيبها تتكلم لو بقى عليها، لو باقي على حبها ليك. سيبها تمارس فيك كل مشاعرها، غضب وفرح وغيرة وكلام وسكوت، لأنها طول ما هي بتعمل كده انت لسه موجود وعايش جواها مهما كانت بلاويك. سيبها تعمل كل ده عشان يوم ما هتبطل هتعمله انت نفسك هتزعل اوي. كلام صعب شوية، وطبعا ده كلام صحيح. هو المشكلة عندنا والله هي الناس يا اما ما بتحبش تصلح اخطائها، ده اذا كانوا يعني هيعترفوا بيها، ولا بتقفل دماغها او مش عاوزة تستوعب ولا كلمة راجل بتتفهم بالغلط. طبعا صح الكلام جدا، فعلا الواحد لما بتقفل صعب يرجع، بس ما بقاش فيه الاوبشن الجديد ده. خذلان ونكد ونرجسية. والله مش مظبوط. زرعت الخير كله من المتوقع وقبلته بكل شر. في ستات كتير تعبت وفي رجالة تعبت برضو، ده كلام جميل جدا. تزعق دي ما فيش راجل يقبلها. زي ما هو ما ينفعش تعلي صوتها على مديرها في الشغل، صوتها ما يعلاش على جوزها. ده في ناس بتقول الكلام ده. فاتمنى كل واحد يعرف قيمة مراته، كل واحدة تعرف قيمة جوزها. لو مش هتعرفوا تعيشوا مع بعض بأدب واحترام وتبادل معاكم محترمين، تكونوا محترمين مع بعض، فالأحسن الانفصال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: معاملهن بالمعروف. طبعا الست تكون معاملة الزوج لزوجها طريقة احترام للزوج لزوجته. طريقة الاحترام تكون معاملة الزوج لزوجته بطريقة طيبة تجعلها سعيدة بالعيشة معاه، تشعرها بالراحة والاستقرار. فهم مشاعرها بشكل أفضل. فهم الزوجة بشكل برضو أفضل من خلال الاستماع ليها وإعطائها فرصة للتعبير عن مشاعرها. التواصل الجيد معاها. التحدث معاه بالاحترام المتبادل. يجب على الزوجين الحفاظ على الاحترام المتبادل بينهما في جميع المواقف. التسامح والمغفرة ده أهم حاجة. يجب على الزوج أن يكون طيبا مع زوجته ورؤوفا معها، بالتالي بتلاقي النفسية بقت حلوة والحياة بقت جميلة. عدم السخرية منها عندما تمر بظروف صعبة، فقد تجعلها مزاجية أو مضطربة في أي وقت. إظهار الامتنان. سلوكها من أجل زوجها وأسرتها تتطلب الشكر والثناء من الزوج. الاحترام والود وحسن العشرة بين الزوجين. الثقة، طبعا الثقة دي أهم حاجة. يجب على الزوج يؤسس العلاقة صحية مستقرة وناجحة. الثقة فيها تتطلب منه الإخلاص والوفاء ليها والالتزام الكامل عليها. العلاقة أولوية أولى تسبق أي شيء، إضافة لكونه زوجا يعتمد عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أتمنى كل واحد يعرف قيمة اللي وراه ويعرف المسؤوليات اللي وراه، لأن انت هتتحاسب يوم القيامة. هتتحاسب على منحك بعض الوقت والاهتمام لولادك ولعيالك، لزوجتك. طبعا الاحترام ده اهم حاجة.
تقديم الدعم ليها باستمرار، وقوف جنبها، تحمل المسؤولية ودعمها، تقديم الدعم العاطفي والمعنوي والعملي للزوجة ومساعدتها على تحقيق أهدافها وطموحاتها، تعزيز جهود الزوجة والثناء على إنجازاتها، بين الحين والآخر إظهار سعادتها والفخر من أجلها عند نجاحها. أتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.